سقوط الرئيس بشار الأسد مذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة. بمجرد دمشق ما تسقط هتجتمع إسرائيل وإيران وهتقسم الشرق الأوسط نصين. أغلبية الدول العربية هتسقط والدول الخليجية هتسقط، لأن علامة سقوط الرئيس بشار الأسد هي علامة مجيء يوم القيامة الشهير. وإحنا داخلين في أسبوع 7 سنين يوم القيامة الشهير حسب المكتوب في نص النبوة. الله أرسل ملاكه للنبي أشعياء عشان يوريه بداية أحداث 7 سنين الأرض الأخيرة، فقال له علامة هتحصل في بداية الأحداث لنهايات العالم. قال له وحي من جهة دمشق، وذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم. وتكون رجمة ردم. النبوة دي مفتاح نهاية العالم، إن بمجرد مدينة دمشق ما تسقط أغلبية الدول العربية والخليجية هتسقط بسبب حرب صاعدة ما بين إسرائيل وإيران. اسرائيل وايران مش هيحاربوا بعضهم بعض على اراضيهم، هيحاربوا بعضهم بعض على اراضي الدول العربيه واراضي الدول الخليجيه. حسب تكمله النبوه تروح لكتاب النبي دانيال من 2600 سنه. النبي دانيال قال لك ايه؟ قال لك بالنص: فيقوم ملك الجنوب على ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيره ويدخل الاراضي ويجرف ويطمو. ملك الشمال وملك الجنوب. ملك الشمال ده كل حلف شمال اطلسي، امريكا والاتحاد الاوروبي. ملك الجنوب ده روسيا والصين. امريكا والاتحاد الاوروبي هتيجي تدعم اسرائيل، وروسيا والصين هتيجي تدعم ايران، والشرق الاوسط هيتقسم نصين وهتكون حرب هرمجدون الكونيه الاخيره، وعلامتها سقوط الرئيس بشار الاسد. ومكتوب كده في النبوة: وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس أرض مصر. يعني كل الآثار اللي في المتحف المصري هيحملها حلف شمال الأطلسي على السفن وياخدها أوروبا. واخد بالك من الكلام؟ ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس أرض مصر. واللوبيين اللي هم الليبيين، والكوشيين السودانيين عند خطوات. وانت شايف ان ليبيا سقطت والسودان سقطت، وشايف المشاكل اللي بتطوق مصر من كل ناحية. واثيوبيا واسرائيل عاملين كماشة على مصر، ده بيسيطر على النيل وده عايز يسيطر على الفرات، مملكة اسرائيل الكبرى. فالكلام ده كله بيتحقق في الايام التاريخية اللي احنا عايشين فيها. اللي عايز يصدقني يصدقني، واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش. الكلام ده شفته في رؤية من السماء وبدللك عليها من الكتب المقدسة من الانبياء القدماء. يعني انا مش بقول لك الكلام ده وافسره لك، انا متأكد زي ما بكلمك ان الكلام ده هيحدث. ولو كنت متابعني من قبل 3 سنين نبأتك عن سقوط بشار الاسد وحصل، نبأتك عن اغتيال ترامب المحاولة الفاشلة وحصلت، نبأتك عن المجاعة اللي جاية في مصر وحصلت. فالوقت قريب، زي ما حصل اللي قلت لك عليه في الماضي هيحصل اللي قلت لك عليه في المستقبل، لان الله كشف لي هذه الرؤية علشان اخبر بيها شعبه. الله بيكشف النهايات لشعبه عشان يعرفهم ان هو المنتصر في حرب نهاية الايام، لان هو من البدايات كشف لينا النهايات. احنا اللي عايشين في نهاية الايام عشان يعرفنا ان هو المنتصر في الحرب الكبرى بين الخير والشر. المطلوب مننا، مطلوب مننا نقدم التوبة عن الخطايا، قرار تغيير المصير، نخرج من الظلمات إلى النور، عيوننا تتحول لعيون أخرى وقلبنا يتحول لقلب آخر. هو ذا الديان واقف على الباب وبيقرع على القلوب، إن سمع أحد صوته يدخل إليه ويتعشى معاه وهو معاه، ويحل عليك السلام، والمشاكل اللي في وسط بيتك تنتهي، والإسراف اللي بيحصل والخسارة تتوقف، وتخرج من الضيق وتعود عليك أيام الفرج بمجرد قبول هذا المقطع. لأن هذا المقطع مش كلام فقط، هذا المقطع فيه قوة، قوة، وانت حاسس بهذه القوة بيني وبينك. فالروح، روح الله بيناديك، بيناديك. الوقت قريب، احنا في الأيام الأخيرة. اصحوا يا جميع بلاد العرب، اصحوا يا جميع بلاد العرب، مفيش زمان بعد الزمان. واصرخ في وجوهكم، مفيش زمان بعد الزمان. الكلمة دي هيصدقها قليلين والأغلبية هيتريقوا عليها، لكن القليلين اللي هيصدقوها هيكون ليهم الحياة الأبدية، ختم اسمك اتكتب في سفر الحياة. أما الأغلبية اللي اتريقوا عليها لن يكون لهم حياة، لأن هذه الرسالة هي اللي هتدينك في اليوم الأخير، إنك سمعتها وما عملتش بيها. برسل تحذير لكل السامعين: استعدوا، استعدوا للقاء إلهكم، لأن مفيش زمان بعد الزمان. كلام المطلوب مني إن أقوله قلته: استعدوا للقاء إلهكم.